السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. ان شاء الله هنكمل مع بعض السيشن الرابع من كورس الستريتور. وزي ما اتكلمنا في السيشن اللي فاتت عن أداة الباث فيندر وازاي بنستخدمها وازاي بنطلع منها لوجو. وطبقنا المرة اللي فاتت على لوجو شركة أبل. بس يعني من الظاهر إن مش إن ناس كتير ما خدتش بالها من الأداة أو ما فهمتهاش بأحسن حاجة يعني. فإن شاء الله هنطبق عليها تاني النهاردة. ومعانا النهاردة لوجو شركة أديداس. اللوجو ده يعني آه، ليه كذا طريقة إن احنا نعمله بيه. أول حاجة إن احنا التكست بتاعه دي ممكن تكون الحاجة الوحيدة اللي احنا ما خدناش، وهي سهلة جدا. احنا إن شاء الله هنشرحها النهاردة. وهنشرح ازاي بنغير الفونت، وازاي بنستخدم الفونت ازاي يكون مناسب معاه وننسق مع اللوجو. طيب، دلوقتي احنا عندنا اللوجو، يعني ممكن احنا نشيل جزء التكست ده، فيبقى معانا اللوجو بتاع الشركة. فهو دلوقتي هيكون معانا ان احنا طبعا عايزين نشوف اللوجو ده ازاي استخدمناه وازاي اتعمل. وطبعا زي ما قلنا لازم قبل الحاجة ان احنا نشوف اللوجو ده اتعمل ازاي وازاي استخدمناه وايه فكرته. هو مبدئيا هو سهل جدا. يعني هو ما فيهوش صعوبة. مش هنستخدم أي أداة جديدة النهاردة. لا بالعكس، ده يعني احنا هنطلع اللوجو ده بنفس الأدوات اللي احنا خدناها المرة اللي فاتت. أول حاجة هنمسح اللوجو ده، وبعدين هنعمل احنا اللوجو لوجو جديد جدا خالص بنفس الأدوات اللي احنا استخدمناها. أول حاجة هنيجي عند رسمة الدايرة، وهنرسم دايرة جديدة. وطبعا قلنا علشان نرسم الدايرة وتكون الدايرة طالعة ضلعها زي يعني الطول والعرض زي بعض. فهنضغط شيفت و بالماوس ونشد. هناخد من الدايرة كوبي. كده احنا معانا دايرتين. بعد كده هنحدد الدايرتين دول، هيتبقى معانا الجزئية دي. هنيجي طبعا عند أداة الباث فيندر، وطبعا قلنا هنستخدمها ازاي، وقلنا ان هي لو مش عندنا هنا ازاي بنجيبها. وهنيجي احنا مش عايزين الأجزاء الخارجية دي، احنا بس عايزين الجزء الداخلي ده. فهنضغط عند الأداة شيب دي. بعد كده هيطلع لي الجزء ده. بعد كده علشان اطلع نفس انا كده يعني خلصت نص المهمة. يعني احنا تقريبا كده اللوجو، نص المهمة بتاعت اللوجو خلاص خلصت. بعد كده هاخد من الجزئية دي، هاخد منها كوبي، وهاخد من الجزئية دي تاني كوبي. يعني كده خدت منها جزئية كوبي يمين وكوبي شمال. مش ناقص بس غير ان انا اجي عند الجزئية دي. وطبعا قلنا هنخلي يعني نجيبها يمين شوية، ونظبط الجزء ده، ونيجي عند اللوجو ده. طلع معايا بالشكل ده. طيب، المفروض ان دلوقتي انا كده عملت الجزئية دي. ازاي اعمل التقطيعة اللي في النص زي ما كانت ظاهرة في اللوجو، زي ما كانت موجودة هنا؟ ازاي عملنا الجزئية دي وازاي قطعنا ده؟ هي ليها كذا طريقة، بس ان احنا هنستخدم اسهل حاجة فيها، وان احنا هنجيب اداة الريكتانجل، ونيجي بدل ما نخلي اللون اسود هنخليه ابيض.
وطبعا هنكون لاغيين الستروك، يعني مثلا نخلي الستروك اسود عشان هوريكم الفرق. انا دلوقتي رسمت ريكتانجل بسيط، فدلوقتي طلع معايا الشكل ده، باين ان الستروك مش احسن حاجة، فالغي الستروك بتاع الريكتانجل بتاعي. بعد كده طلع معايا الجزء ده، فننزله تحت شوية، وبعدين ناخد من الريكتانجل ده كوبي، وكمان كوبي من الريكتانجل اللي احنا خدنا منه كوبي اللي تحت. طلع معايا اللوجو. يعني هو بصراحة لوجو سهل جدا، ومش محتاج أي حاجة غير بس إن هي زي ما قلنا إزاي بنعمل اللوجو وإزاي الفكرة بتاعته. طيب دلوقتي بخصوص التكست. التكست علشان نعمل أي تكست معانا بنيجي عند حرف التي ده ونيجي نضغط عليه. بعد كده نضغط في أي حتة في الشاشة في أي مكان عايزين نكتب فيه أيا كان، وهنكتب كلمة أديداس. طلع معايا الكلمة بالشكل ده. طيب جيت أنا أكبر أصغر تطلع معايا فبتزهقني. طيب أنا مش عايزها كده، أنا عايز طولها وعرضها يكونوا زي بعض. أنا دلوقتي يعني كل ما أكبر من أي زاوية بتكبر لي الزاوية اللي أنا بكبر منها بس. طيب إزاي بقى أكبر كلهم من نفس الزاوية ويبقوا الضلوع كلها زي بعض؟ باجي هضغط على التكست طبعا واحدد التكست بتاعنا، واجي ضاغط شيفت زيه زي الريكتانجل والدايرة لما بنيجي نرسمهم، ولما نيجي نكبر هنلاقي ان هو بيكبر ويصغر من نفس بنفس الاحجام. يعني ما بيكبرش كده، ما بيصغرش ما بتاع، لا هو بيكبر من نفس الزاوية وبيكبر معايا بنفس الطريقة دي. طيب انا دلوقتي التكست ده مش مطابق مع اللوجو اللي معايا. طيب انا عايز دلوقتي آه ان اللوجو ده، معلش اسف. دلوقتي انا معايا التكست ده مش مطابق مع اللوجو. طيب انا عايز اغير التكست، او عايز اغير الفونت بتاع التكست يكون بحيث ان هو يكون شكله كويس وشكله يكون مناسب مع اللوجو بتاعنا. طبعا هنيجي عند أداة السلكشن تول. طبعا احنا قلنا ما بنحركش أي حركة في البرنامج أو في الإليستريتور غير لما نكون ضاغطين على أداة السلكشن تول. هنحدد أداة السلكشن تول ونيجي جايين عند التكست بتاعنا ونيجي نضغط عنده، هيطلع لي القايمة اللي فوق. طبعا قلنا هنا ده الفل، وده الستروك، وده يعني حجم الستروك بتاعنا بنكبر وبنصغر، وده الاوباستي. الاوباستي طبعا اللي هو الشفافية بتاعة اللاير اللي معايا. هنيجي هنا هنلاقي ده هو الفونت بتاعنا. هاجي هضغط هنا هيطلع لي قائمة فونتات وقائمة يعني تكستات هو البرنامج بيدعمها. ممكن نجيب التكست ده خليه هنا، وبعدين نغير الفونت. هنظهر هنا ان هو بيتغير اوتوماتيك ايا كان الفونت اللي احنا محتاجينه. كل ده طبعا انجليزي على عربي. يعني لو جينا هنا هو طبعا ده خط عربي، ده خط انجليزي. طبعا الفونت بتاعنا اللي احنا هنحتاجه ايا كان طبعا فممكن نختار ده. طبعا ده يعني هو مش هو ده الفونت المناسب بتاع اللوجو، بس ممكن نختار ده. طيب انا دلوقتي ممكن نشوف اللوجو ده، نكتب الفونت نخليه عربي. طيب دلوقتي كتبت مثلا وليكن مثلا كلمة لوجو.
طيب طلع معايا الشكل ده. كبر طبعا، وقلنا نضغط شيفت ونكبر كلمة عشان تكبر معانا، طول والعرض يكونوا زي بعض. هنيجي طبعا هنا ونيجي محددين الجزء بتاع الخط والفونت بتاعنا، زي ما احنا شايفين ان هنا كل اللي احنا محتاجينه. وطبعا هو البرنامج هو اوتوماتيك، هو عليه الخطوط دي، يعني مش هتحتاج انك تنزلهم. كده بخصوص برنامج ال آه، كده بخصوص الفونتات بتاعتنا. في بقى حاجة يعني لوجو تاني خالص وأسهل من ده بمية مرة، ولوجو تقريبا مفيش حد في مصر مش عارفه، وهو إن إحنا اللوجو روتانا سينما. آه، اللوجو ده يعني آه، أبسط من البساطة. هو كل اللي إحنا هنعمله إن إحنا هنجيب نرسم دايرة، وبعد كده هنغير اللون بتاعها، نخليه أزرق سماوي. وبعد كده زي ما قلنا المرة اللي فاتت هنيجي نرسم ريكتانجل، وهنخلي الريكتانجل ده لونه أبيض. بس ده بقى معانا الجزئية دي. طيب احنا دلوقتي زي المرة اللي فاتت قلنا علشان نخلي الجزء بتاع الريكتانجل ده ازاي نخليه، نطلعه لفوق شوية ننزله لتحت. قلنا في أداة الشيب بتاعتنا اللي هي الورب تول. هنيجي هنا جايين عند الجزئية دي، وهنيجي نرسم زي ما احنا محتاجين نرسم الجزء بتاع الريكتانجل بتاع روتانا سينما. طبعا الريكتانجل هنا مش مرسوم احسن حاجة، فهنمسح ونرسم ريكتانجل تاني جديد، ونيجي جايبين عند أداة الورب، ونيجي محددين بقى. هي مش مرسومة أحسن حاجة، بس يعني ده التقريب بتاع اللوجو بتاع روتانا سينما. وكنا لو نفتكر إن في تحت هيبقى في تكست، والتكست هنكتب فيه تكست سينما. وقلنا علشان نخلي الاسم ده، وعلشان نخليه لون التكست نفس اللون بتاع اللوجو، هنيجي عند الأداة دي ونضغط الأول على التكست ده، وبعدين نيجي هنا ونخليه نفس اللون بتاع اللوجو. بعد كده هنكبر لوجو السينما، هي التكست بتاع السينما، وبعد كده هيبقى معانا اللوجو بالشكل ده.